على بالي بزاف منكم اللي يحبوا وصفات اقتصادية اللي ما فيهاش اللحوم وما تعبش. على ذاك قررت اليوم ان شاء الله نشارك معاكم هذا الفطائر العجيبة اللي تطيب غير في المقلاة، تجي كراف خفيفة وبنينة. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نبداو بسم الله في الوصفه نتاعنا. اول حاجه نبداو نحضروا صلصه الطماطم. عندي لهنا 4 حبيبات نتاع طوماطيش يكونوا متوسطين في الحجم، اللي كنت قطعتهم صغار. تقدروا توما تسكرفجوهم. زدت عليهم زوج سنينات تاع ثوم مسكرفجين، وشويه نتاع زيت، وشطيبه صغيره نتاع زعتره، شويه ملح وشويه فلفل كحل، وملعقه صغيره نتاع طماطم مصبره. ولا كان عندكم الفلفل عكري يعني الفلفل الاحمر تقدروا ديروا الفلفل عكري. نغطي عليها ونروح نحطها طيب على نار قليله حتى تنشف ليه هاد لاصوص، ما لازمش تبقى فيها الماء. شوفوا لي كيفاش ولات. ومره على مره نمعسها هكذا بالمغرفه باش تذوب ما تبقاش خشينه، على خاطر قلت لكم انا قطعتها طوماطيش ما سكرفشتهاش. خليت لاصوص الطيب ووليت لهنا للعجينه. عندي كاس نتاع الحليب دافي ما يعادل 220 مليلتر، نصف ملعقه كبيره خميره الخبز ما يعادل 10 غرامات، وملعقه كبيره نتاع سكر ما يعادل 20 غرام. خلطهم هكذا حاجه خفيفه برك سي جوست ما يذوب لي هذاك السكر والخميره. من بعد ضفت عليهم ربع كاس تاع الزيت او 5 ملاعق كبار نتاع زيت ما يعادل 50 غرام. خلطت هذيك الزيت خلطه خفيفه. من بعد بديت نضيف عليها الفارينه. عندي لهنا 3 كيسان تاع الفارينه، كل كاس يرفد 150 غرام، يعني كميه الفارينه اللي استعملتها لهنا هي 450 غرام. زدت عليهم ملعقة صغيرة نتاع الملح ما يعادل 10 غرامات، وملعقة صغيرة نتاع خميرة الحلويات ما يعادل 5 غرامات. نطم العجينة تاعي ولازم تحصلوا على عجينة تكون متماسكة، ما تخلوش العجينة تاعكم طرية بزاف باش الفطائر تاعكم يجوا حاكمين روحهم. لهنا بعد ما طميت العجينة في الأخير نضيف عليها ملعقة كبيرة نتاع الخل، وملعقة كبيرة نتاع المارغرين طرية ما يعادل 50 غرام. وندخل هذيك المارغرين والخل بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت كي شغل راني نعجن فيها. للعلم هاد العجينة ما تحتاج انكم تعجنوها. انا ندخل هذيك المارغرين والملعقة تاع الخل بهذه الطريقة، وراح تلاحظوا قوام العجينة تغير تماما. بعد ما كانت حاكمة روحها ولات عجينة طرية وملسة وبزاف هايلة في اليد. وكنغطيها ونخليها تخمر لمدة نصف ساعة. في هذا الوقت انا نروح نحضر الحشو اللي هو عبارة عن بطاطا مقلية، وعندنا فلفل مشوي، وعندي هذيك لاصوص طوماط، وراح ندير معاها تاني البصل المكرمل. شديت حبة تاع البصل قطعتها شرائح وحطيتها في شويه تاع زيت، خليتها على نار قليله حتى طابت لي وتكرملت، ودرت عليها شويه تاع الملح وشويه فلفل كحل. لهنا عاود وليت العجينه تاعي بعد ما جازت نص ساعه. قسمتها الى كويرات متساويه بوزن 100 غرام. خرجت لي هذه العجينه 9 فطائر كبار، كل واحد يدير الفطيره تاعو راح تشبعوا، باسكو راح نعمروهم مليح. بعد ما قسمت العجينه تاعي انا وزنتهم، قلت لكم 100 غرام، اللي ما عندهاش الميزان تقسمهم عينها ميزانها. نعاود نولي لهم نكورهم بهذه الطريقه، ضروري انكم تكوروهم مليح. من بعد نغطيهم بالطرشونه، نروح نجيب الحشو ونعاود نولي لهم. بعد ما تكوروهم خلوهم يرتاحوا يا ربي 5 دقائق وبداو تخدموا في الفطائر. شوفوا لهنا هذه هي لاصوص طوماط بعد ما خليتها طابت مليح وشربت لي كامل من الماء. وهذيك الحبات تاع البصل اللي كرملتها. عندي لهنا تاني شويه زيتون دي نوايوتي كنت غليته وقطعته هكذا. عندي فلفل مشوي وبطاطا مقليه والفخوماج غابي، وثاني بلا ما ننساو الجبن المثلثات. دوكا نفتح العجينه تاعي هكذا على سمك يكون رقيق، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه. نحلوها كما نفتحوا خبز التورتيلا هكذاك. شوفوا بعد ما حليتها دوكا نجي اول حاجه نحط صلصه الطماطم. تحبوا تكثروا تحبوا ما تكثروش، واللي تحب الهريسه ولا الحار دير مع لاصوص طوماط الحار. نحط فوقها شويه نتاع الفلفل الحلو اللي كنت شويته، كما تقدروا ديروا ثاني الفلفل الحار. من بعد نضيف عليها شويه تاع البصل، ما تكثروش بزاف البصل، ونزيد عليها شويه تاع الفرماج الابيض. انا هذه كل حبه قسمتها على 2 فطائر، يعني ما درتش كميه كبيره نتاع هذا الفرماج. درت شويه زيتون دي نوايوتي وشويه نتاع البطاطا مقليه. البطاطا ثان ما تكثروش بزاف. من بعد ندير كميه لاباس بها من الفرماج المبشور ونغلق عليها مليح. تقدروا لهنا تضيفوا الطون ولا البولي ولا اي حاجه كانت متوفره عندكم. انا اليوم فضلت نديرها بدون لحوم. لهنا كي تغلقوها ضروري انكم تغلقوا مليح. من بعد جيبوا موس ولا جريوره نحيو هذيك العجينه الزايده، وتقدروا هذوك لي شوت تاع العجينه كامل في الاخير تعاودوا ديروا خبزه واحده اخرى، يعني فطيره واحده اخرى يولوا لكم 10 فطائر. وغير نكملها هكذا نرفدها مباشرة، نروح نحطها في المقلاة اللي كنت سخنتها على نار قليلة. والمقلاة راح نضيف عليها هكذا ربع ملعقة صغيرة نتاع المارغرين. ديروا المارغرين حاجة خفيفة برك،
واللي ما تحبش المارغرين تقدر دير زيت زيتون، ولا تقدروا ما ديروش كامل، طيبوها هكذاك مباشره. خليوها طيبه على نار قليله، كي تشوفوها طابت من تحت قلبوها من الجهه الثانيه. انا لهنا راهي مازال ما طابتش مليح، دوك نزيد نعاود نحمرها. نحب الفطائر يكونوا محمرين مليح، ودوك تشوفوا كيفاش نحمروا الطرف، ما خلوهمش هكذاك بيوضه. نزيدو نوقفوا الفطيره باش نحمروها من تحت. نستعينوا بهذه الاداه اللي نطيبوا بها الكسره باه نطيبوا لها الطرف نتاعها. ضغطوا على الطرف بصح ضغطوا حاجه خفيفه برك. شوفوا لهنا كيفاش تحمرت مليح. دوك انا نكمل نطيب كامل الفطائر بنفس الطريقه. ملاحظه برك ولا عندكم هذاك الطاجين اللي يجوا فيه خطوط، من الاحسن تطيبوا فيه، راح يجيكم الشكل تاعهم بزاف هايل. هذوما الفطائر بعد ما كملتهم، شوفوا كيفاش يجوا محمرين مليح ويجوا بزاف خفاف وبنان. وشوفوا علاش قلت لكم خلوا العجينه في الاول حاكمه روحها باش تجي الفطيره حاكمه روحها، ما تجيش تتلكوط كامل. وجاو مفرمجين الله يبارك، والبنه نتاعهم ولا اروع. نتمنى تعجبكم الوصفه نتاعنا اليوم وتجربوها وتنجحوا فيها وتنال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسوش تخلوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل شيء جديد. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.